كانتش عندي الفكره ديال اليوتيوب، مي الظروف هو اللي دخلني اليوتيوب بحكم مشاكل وشحال من حاجه مريت بهم. وما ما كانش عندي في نهائيه فكره انني نفتح قناه ولا شي حاجه. مي الاقرباء وداك الشيء قالوا لي ايه فتحيها، يعني بحكم الظروف ديالكم، يعني على قدها وداك الشيء ديريها باش تعاوني بها. صافي هادشي اللي كاين. بحكم كنت صغيره وداك الشيء بزاف ديال المشاكل راه عارفينهم يعني الناس وداك الشيء. بحكم ان نسيت داك المشاكل وتزوجت وما كنبغيش نجبدو داك المشاكل، نخليهم في الماضي. الماضي لا يعاد. هادشي يعني كاع داك الشيء اللي كنت متخيله انه غيديروا لي صدق العكس ديالو. فهمتيني؟ صافي ساندني وهو اللي وقف بجنبي باش انني وقفت على رجليا. واكيد العائله ديالي، بعض من العائله ديالي. اما ضروري كتلقاي النص في جنبك والنص الاخر ماشي في جنبك. واه اش نقول لك، ضروري بنتنا هذه ضروري خص توقف معاها وبزاف ماشي ضروري خص توقف معاها ماديا ومعنويا وكلشي. داز امور صعيبه، كانت صعيبه النهار الاول. وقفوا معها الناس اللي كثر خيرهم، وقفوا مع جميع الناس بزاف والقنوات بزاف، والناس كلهم وقفوا معاها. ومنهم جوهره المغربيه الله يكثر خيرها، حتى هي وقفات معاها معنويا. الله يخلي لها وليداتها ولا يجمع شملها حتى هي ويجمع لها كل شيء، وليداتها كاملين. وهادشي اللي كاين. تبع الدراسه ديالي وفي نفس الوقت كنت دايره اليوتيوب، غير اليوتيوب ما كنتش مهتمه به في سنتي النهائيه. يعني قليل فاش كنلوح شي فيديو، قليل فاش كان هذا. شنو اللي خرجني اليوتيوب؟ انا فاش كانوا عندي شحال هادي شي جلسه ولا شي حاجه، كنت كنقولها حيت انا ما جانيش ضرر غير من شخص، جاني من اشخاص وهما. فهمتوا كيفاش؟ صافي هادشي اللي كاين. يعني درتها ماشي، هي ما غنكذبش عليك، ما غنقولكش درتو باش نضحك ولا شي حاجه. حنايا كنا فقراء من عند الله. فهمتوا كيفاش؟ هادشي اللي كاين. بابا بحكم ان خدمه ديالو على قد الحال، وانا كانت عندي مدرسه وما عندوش غير انا، راه عنده خواتاتي صغار وشحال من حاجه. صافي بقاو منهم واحد الشخص يعني اللي بقى انسيستي عليا، كيقول لي ايه راه الناس كيبغيوك، يعني ما كاينش ولا واحد كيكرهك، يعني كلشي في جنبك وكلشي كيبغيك. يعني كلشي بغى يديرك ديري القناه بحكم الاب ديالك بان. يعني راه اللي غيشوفوا باباك راه غيعرفوا بنتو شكون ايه في الزنقه. هادشي اللي كاين. قال لي اللهم تباني حسن. صافي. وقال لي راه غيجيك يعني واحد الحاجه في الشهر ديالك وتعاوني بها والديك، تعاوني بها راسك في المستقبل. ديك الساعات قلت له ايه، حتى واحد ما كيرفض شي حاجه جايه من عند الله مقسمه ليه. كنجبدش الجواز، ولكن ربي مكتب، وفاش كيجي الشخص المناسب صافي. يعني القضاء ديال الله كينزل وصافي. هادشي اللي كاين. الشخص المناسب اللي كيهتم بيك واللي كيحبك واللي كيدير لك الف قيمه واللي كيدير المستحيل على قبلك، يعني شحال من حاجه. ولو ولو بالقليل ولا بالكثير، المهم كيدير المستحيل على قبلك. ماشي كلشي بالماديات، ولا عنده ولا ما عندوش ولا. كاين اللي تمشي مع اللي عنده مال الدنيا والدين ويعيش يعني في التكرفيس وشحال من حاجه. وهذاك اللي كتلقاه عنده على قد حاله كيعيش كأميرة، ولو هي بكلمة طيبة. بابا فاش لقى الشخص المناسب ليا توكل على الله. هو فاش كيشوفني خديت شي قرار وصريت عليه، ما كيبغيش يوقف في جنبي، يعني ما كيبغيش يوقف ضدي. بالعكس ديما في جنبي. فهمتيني؟ كيقول لي شوفي، لا عارفه هاد الحاجه خير ليك كملي فيها، ولا عرفتيها شر ليك ومتردده فيها خليها وسيري لحاجه واحده اخرى. ماشي الزواج جا على غفله والله على غفله بالله. يوم عاد زيار وقفوا معاها الناس اللي كثر خيرهم، بزاف الناس متبعين اللي وقفوا معاها، وتنشكرهم بزاف. دارهم العرس والله الا تنشكرهم بزاف. انا والله ما خسرت واحد البركه اللي كانت عندي خسرتها، ولكن الناس وقفوا معاها وداروا لها العرس كامل. وقفت مع جوهره المغربيه حتى هي الله يكثر خيرها، ماديا ومعنويا. وملي كانت مريضه واقفه معاها، وقنوات كلهم وقفوا معاها متبعين وكل شيء. ومنهم جوهره المغربيه حتى هي الله يخلي لها وليداتها حتى هي. انا ماما شنقول لكم، يعني الام ديالي الله يشافيها هي مريضه، يعني صم البكم، يعني اعاقه ديال صم البكم. صافي يعني انا ماما كنتواصل معاها بالاشاره.
فهمتوا كيفاش؟ يعني ضروري داك بنتي ما كتسمعيهاش، ولكن كتسمعيها بداك الحنان وشحال من حاجه. فاش جات خالتي ماما سعاد، صافي جات بحال اللي داك الفراغ اللي كان كله ملآت، وبداك الحب ديالها والطيبوبه ديالها وهادشي اللي كاين. صافي معانا عندي قناه وجات دعمني، صافي بقيت كنعيط لها ماما، صافي صدقات لي ماما في فمي. كيبقى خاص ديالهم. اش غنقول؟ شو اللي ما خداش حقه في الدنيا راه كياخدو في الاخره، وكاين اللي كياخد حقه في الدنيا وكيتسنى الاخره، فهمتوا؟ حيت كيكون ما خداش حقه بديك الشراسه وبداك القوه، فهمتوني؟ وهادشي اللي غنقول. حيت الانسان كاين شي بعدين واخا تكون تقول اديت داك الشخص، راه التأنيب الضمير غيبقى يعذبك على طول حياتك، فهمتي كيفاش؟ الحاجه الوحيده انا اللي مرتاحه بها، ما اديت حد، ما تعديت على حد، الحمد لله ضميري مرتاح. وفاش كنعس في الخديه كنقول هما اداوني، انا ما اديت حتى واحد، صافي هادشي اللي كاين. دابا تيهاجموها الجواره المغربيه مسكين، تيهاجموها بزاف. هي مسكينه بنت باب الله، هي مسكينه يبغيوها يوقفوا معاها ويجمعوا لها وليداتها. هي بغات هي وليدات تجمع العائله ديالها مسكينه، الله يجمع لها مسكينه وليداتها. ودابا راه فاطمه الزهراء راه جات عندها، الله يخليها لها، وتنتمناو يتجمعوا هاد العائلات. حيت الزوج ديالي دخل معايا اليوتيوب داكشي، يعني نونسني. كنت بوحدي نقدر نقول لك غنمل، ما غنديرش فيديو، غنعكس على هذا الفيديو غنعكس على فيديو، لا. دابا حاليا يعني في 2025 خديت واحد الحياه جديده مع الزوج ديالي، مع العائله ديالي، بابا ماما خواتاتي. صافي يعني بديت المسيره ديالي. اكيد كلشي كنشاركو في القناه ديالي ايا فلوق. شو سميتو؟ اول حاجه بديتها هي دفعت البيرمي، صافي. وثاني